السلام عليكم. أفادت مصادر محلية أن جريمة قتل مأساوية شهدها حي بدر بمدينة فاس يوم أمس الخميس، بعدما أقدم شاب على وضع حد لحياة والده السبعيني بطريقة بشعة. ووفقا لذات المصادر فإن الطرفين دخلا في خلاف حاد تطور إلى شجار بالأيدي قبل أن يفقد الجاني السيطرة على أعصابه بشكل تام، ليقدم على توجيه ضربات قوية للضحية باستعمال أداة حادة كانت كفيلة بإزهاق روحه. وتضيف المصادر أن الابن القاتل ومباشرة بعد إدراكه لهول الجريمة التي ارتكبها حاول الفرار من المكان، إلا أن التحرك السريع للعناصر الأمنية مكن من توقيفه في وقت قياسي، ليتم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين عرضه على النيابة العامة المختصة. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.